يا حبايبنا يا غاليين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حرفيا يعني مش عايز اقول اجمل مطبخ كلادن اتعمل الموسم ده، من حيث استغلال مساحه، تنظيم، الوان، استغلال كل سنت في المطبخ. يعني بصراحه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك لهم يا رب ويفرحهم. باشمهندس رامي سليمان عامل عظمه المره دي، يعني عظمه كبيره خالص. انا مش عارف ابتدي منين وانتهي فين، بس يعني خلينا نقول هنبتدي من هنا. طبعا ما شاء الله في الداخل خالص معانا نيش الدريسنج الجميل. طبعا العمق هنا 25 بحيث ان انا احافظ على المساحه دي، ولكن العرض 60 بحيث ان انا يبقى مستغل معايا احسن استغلال، برضو يبقى حاجه خفيفه خالص وصغيره ولكن استخدامه بسم الله ما شاء الله في كل حاجه. تعالى بقى هنا للدرجه التاتش الجميله دي، تتكه تفتح. طبعا هتسامحوني مش هقدر افتح الاجزاء يعني قوي، لان المطبخ يعني زي ما انتم شايفين ما شاء الله مرصوص حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، حاجه بسم الله ما شاء الله. جينا هنا عملنا نيش النظافه، المقشات، وطبعا الاستخدام زي ما انتم شايفين اهو، حاجه بسم الله ما شاء الله. وهنا رف الصواني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا مفصلات سوفت كلوز. الخامه بتاعت المطبخ بتاعتنا يا جماعه من الكلادن، الالومنيوم هنا ماكسيم 18 خامه بيور، ما فيش سكريبت اي كلام من ده خالص، حاجه محترمه خالص وحاجه تحت الضمان بتاعنا بامر الله. اي حاجه فيها لو بعد كام سنه بتاعتنا. نيجي هنا بعد نيش النظافه عملنا علبه الثلاجه بالصلاه على النبي. هنا الاستخدام يعني اي بلاستيكه مش لاقي لها اي مكان كبير هنا ما شاء الله. واي عروسه قصيره لازم تجيب سلم بسم الله ما شاء الله. تخزين فوق الممتاز. هنا المقبض، هنا راكب هنا المقبض اهو، وهنا المقبض بيكون من تحت الضرفه، لان احنا طبعا انتوا عارفين ان المقبض بتبقى هنا بلت ان مخفيه. طبعا الثلاجه حرفيا يا جماعه الدولاب ده من اهم الاجزاء في المطبخ، لان الدولاب ده بسم الله ما شاء الله شايل قد اللي شايل المطبخ مرتين. ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده، حاجه بسم الله ما شاء الله. تخزين بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني ربنا يبارك يا رب. طبعا المقابض هنا بيلت ان مخفيه بسهوله خالص، بمد ايدي من هنا وافتح مفيش مشكله. عندي هنا البوتاجاز، علبه الشفاط. طبعا هنا عاملين حساب الغاز، اي وقت من الاوقات الغاز الطبيعي دخل المكان هيبقى سهل علينا خالص. مكان الغاز اهو سايبين له عشان ما نبوظش اي حاجه. تمام. طبعا الدور الثالث هنتكلم فيه بعدين. الركنايه هنا الزاويه اللي بنتكلم عليها كل مره من حيث الاستخدام. بسم الله ما شاء الله، حاجه وحده تخزين. طبعا هنا النهايات والثوابت بتاعتنا. كان عندي كام مشكله في المطبخ هنتكلم عليهم بس بامر الله في اخر الفيديو. النهايات من هنا، الركنيه والزاويه استخدام. المطبقيه الدريسنج وجمالها بدراع المنطبق المتميز، بحيث ان انا واقف كده مفيش حاجه، مفيش اعاقه خالص، يعني مفيش ضلفه مفتوحه قدامي ان انا اتخبط كده او اتخبط كده. استخدامها سهل خالص زي ما حضراتكم شايفين كده، برده كله سوفت كلوز. الدور الثالث معانا هنا كله دريسنج، مفيش مقبض يا جماعه الضلفه من هنا. نفس الفكره، نفس الفكره هنا برده. الزاويه الركنيه حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني اللهم بارك يا رب واجعله خير عليهم يا رب. واحده بسم الله ما شاء الله. نفس الزاويه هنا برضو حاجه كده يعني بسم الله ما شاء الله، حاجه ممتازه خالص. هنيجي على الارضي الوحدات السفليه، ركنه عميقه خالص من حيث الاستخدام. معايا هنا درج، معايا الخوص التربو جزئين. هنا وحده عميقه خالص التخزين لجوه. الحوض، مكان الانبوبه. طبعا احنا عارفين ان دايما تحت الحوض ما بيكونش مستغل بحيث ان الصرف والكلام ده، فاحنا بنستغل المكان ده في الانبوبه. والخرطوم بتاع الانبوبه بيمشي من تحت الاجزاء من تحت الرجول، بحيث ان ولا في تسريب ولا اي كلام من ده، بيكون بعيد عن النار تماما.
بسم الله ما شاء الله، مطبخ عظمه خالص، حاجه ممتازه. كان عندي هنا اول مشكله ان انا كان عندي هنا السنتر الحوض قريب من الزاويه دي جدا، فبالتالي واخد مني الزاويه دي، ولكن انا حليت المشكله بان انا عملت هنا ادي ده جزء لوحده. لو فتحنا الجزء ده برضو، الجزء ده لجوه تخزينه لحد جوه عميق، بحيث ان انا برضو ابقى استغليت المسافه اللي جوه دي. طبعا الرخام تسلم لمسات الباشمهندس حسن الجميله. الدبل مرايات 45، حاجه محترمه خالص من حيث التفنيش، تسلم ايد عم حسن. كان عندي مشكله تانية كبيره خالص في ثواني قليله كده خالص. انا كان عندي هنا الشفاط، كان عندي الشفاط الفتحه بتاعته هنا جنب الشباك من هنا، فانا عشان اعمل شفاط من اللي هو الصغير ده 30 في 30 اللي هو الطبيعي المعتاد، انا هبعد الاجزاء دي بره، ولو ركبته ورا برضو انا مش هقدر اعمل للسقف. طيب ايه الدنيا، العمليه بتاعتنا قالت انا نفسي المطبخ بتاعي يكون للسقف، طب هنعمل ايه؟ الباشمهندس رامي اقترح علينا الشفاط ده. الشفاط ده عاده بيركب في الجبسن بورد، ولكن احنا ركبناه في الوحده من هنا وعملنا حسابه، واللي خد من فوق وطرد في مكان الشفاط اللي هو كان موجود، وقدرت ان انا كده استفيد بالشفاط شفط الهواء وابقى مستغله احسن استغلال، وفي نفس الوقت عملت اللي العميله عايزاه وعملت لها المطبخ للسقف. طبعا لو قعدت اتكلم عن المطبخ ده من هنا لبكره مش هيخلص الكلام، ولكن انا عايز رايكم في الكومنتات، وبرضه هنفضل نقول لو انت بتحب شغلك مش هيفرق معاك بتتعب قد ايه او بتعمل ايه. داخل مؤسسه رامي سليمان، اهم حاجه احنا عملنا ايه وطلعنا ايه في الاخر. ما تنسوش تصلوا على النبي.